السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. صبرت فكسبت الآخرة. رسالة النهاردة مهمة جدا وليكي انتي، سواء كنت أم أو زوجة أو أخت أو بنت. في صبر بيغير المصير، ولأن مش كل صبر ضعف ومش كل دمعة هزيمة. في ستات بتنام ودموعها على المخدة بس محدش شايف غير ابتسامتها قدام الناس. في زوجة عاشت سنين تتحمل كلمة جرحة وتعدي مواقف صعبة وتبلع وجعها علشان بيتها ما يقعش. بس السؤال، هي كسبت ايه؟ الناس شايفة انها استحملت، بس السما شايفة انها صبرت. وفي فرق كبير بين اللي بيستحمل علشان خايف واللي بيصبر علشان مستني وعد ربنا. يمكن تكون انت الزوجة دي، يمكن تكون امك، ويمكن اختك، ويمكن بنتك، ويمكن تكون قصة محدش يعرفها غير ربنا. النهاردة مش هنتكلم عن ضعف، لكن هنتكلم عن قوة ساكتة، عن قلب كان بيتكسر كل يوم بس فضل ثابت علشان عارف ان في جنة مستنياه. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعملي لايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولو شايفة إن الصبر مش ضعف اكتبي في التعليقات الصبر قوة. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي صبر على الأذى طلبا لرضا الله. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، إلى قوله: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الصبر مش سكوت على الظلم، الصبر اختيار واعي انك تتحملي الأذى اللي تقدري عليه من غير ما تخسري دينك. في فرق بين واحدة بتسكت علشان خايفة وواحدة تاني بتسكت علشان مستنية أجر. كل كلمة جارحة بتتمسح سيئة، كل دمعة بالليل بترفع درجة، كل مرة قالت حسبي الله ونعم الوكيل كانت بتكتب اسمها في ديوان الصابرين. زوجة أحد الصالحين كان زوجها شديد الطبع، فكانت إذا غضب توضأت وصلت ركعتين وتقول: اللهم إن كان غضبه علي ذنب فاغفر له، وإن كان ابتلاء فاربط على قلبي. عاشت سنوات على هذا الحال، فلما مات رآه بعض أصحابه في المنام في نعيم، فسألوه: بما نلت هذا؟ قال: بدعاء زوجتي وصبرها عليه. في زوجة عاشت مع زوج عصبي جدا، كانت بتكتب كل ليلة دعاء لأولادها وزوجها. مرت سنوات والزوج اتغير فجأة بعد مرض بسيط قربه من ربنا. أول كلمة قالها ليها: سامحيني. هي ما كسبتش راجل أحسن بس، لكنها كسبت قلب رجع لربنا. واللي عايز أقوله لحضرتك، يمكن محدش شايف تعبك، يمكن مفيش حد بيقولك ربنا يجازيك خير، بس ربنا شايف سكوتك وشايف دعائك وشايف نيتك. ولو كان صبرك خالص لوجه الله تعالى يبقى انت مش خسرانة، انت بتكسبي آخرة. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي صبر على الضيق فكان الغنى في القلب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إلى قوله: إن أمره كله له خير. في زوجات عاشوا على القليل، يمكن مطبخ بسيط، ويمكن ملابس قليلة، ويمكن مقارنة بتوجع القلب، لكن كانت دايما تقول الحمد لله. لأن الغنى مش في الفلوس، الغنى في الرضا، واللي ترضى ربنا يغني قلبها. امرأة فقيرة كان زوجها لا يملك إلا قوت يومه، دخل عليها يوما حزينا لأنه لم يجد عملا، فقالت له: يا هذا، نحن منذ عرفناك ما رأينا منك إلا خيرا، فاصبر كما صبرنا. كان كلامها سبب في ثباته حتى فتح الله عليه بعد سنوات.
في زوجة كانت بتشتغل مع زوجها في مشروع صغير جدا، سنين تعب ومكسب بسيط. ناس كتير قالت لها سيبيه وعيشي أحسن، لكنها اختارت الصبر. بعد سنين المشروع كبر، لكن هي قالت أجمل أيام حياتي كانت أيام الضيق، لأننا كنا أقرب لربنا. واللي عايز أقوله لحضرتك، مش كل ضيق علامة فشل، أحيانا بيكون تدريب على الجنة. أحيانا ربنا بيحب يسمع صوتك في الدعاء. لو صبرك خلاكي أقرب لربنا، يبقى أنت كسبتي أكتر من أي فلوس. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي صبر خفي فكان الجزاء أعظم. قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. في صبر محدش يعرفه غير ربنا. صبر في تفاصيل صغيرة، في تعب تربية، في خيانة مشهورة ما حصلتش لكن شكوك ووجع نفسي، في مرض، في وحدة، في خوف على الأولاد. صبر مش بيتقال على السوشيال ميديا لكن مكتوب في السماء. في امرأة من أهل المدينة مات زوجها وترك لها أطفالا صغارا. كانت تعمل خفية وتخفي فقرها، وكانت تقول: اللهم لا تكسر لي خاطرا أمام أولادي. وماتت وهي صبرة محتسبة، وشهد لها أهلها بالصبر الجميل. في زوجة صبرت على مرض زوجها سنوات طويلة، رفضت تتركه رغم صعوبة الحياة، وكانت بتقول: أنا وعدته قدام ربنا. لما مات قالت: يمكن تعبت في الدنيا بس ريحت ضميري. واللي عايز أقوله لحضرتك، مش كل صبر لازم ينتهي في الدنيا بجايزة. أحيانا المكافأة مستنياك هناك مفيش وجع، مفيش دموع، مفيش كلمة جارحة. هناك ربنا هيقولك: سلام عليكم بما صبرتم. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. يمكن ناس كتير شايفة انك خسرانة، لكن السماء شايفة انك بطلة. يمكن محدش شاف دموعك، لكن ربنا عدهم واحدة واحدة. يمكن صبرك كان تقيل، بس ميزانه يوم القيامة هيكون أثقل. صبرت مش علشان الناس ولا علشان الشكل، لكن علشان وعد ربنا. ولو كان في قلبك وجع، افتكري ان في جنة فيها راحة أبدية. افتكر ان ربنا ما بيضيعش دمعة ولا بيكسر خاطر صابر. وأخيرا أدعو الله: اللهم يا جابر القلوب المنكسرة، اجبر قلب كل زوجة صابرة محتسبة. اللهم إن كانت صبرت ابتغاء وجهك فاكتب لها من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اللهم امسح على قلبها مسحا يبدل حزنها فرحا ودموعها نورا. اللهم إن كانت تحملت أذى في سبيل بيتها فاجعل بيتها في الجنة قصرا من نور. اللهم ارزقها السكينة التي لا يعقبها خوف، والطمأنينة التي لا يعقبها وجع. اللهم عوضها خيرا في الدنيا قبل الآخرة، وإن أخرت العوض فاجعله أعظم وأبقى. اللهم اجعل صبرها شفيعا لها يوم القيامة، واجعلها يا رب من أهل سلام عليكم بما صبرتم. اللهم لا ترد لها دعاء ولا تكسر لها خاطرا، واكتبها يا رب عندك من الصابرين الفائزين. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنسيش لو عجبك الفيديو اضغطي لايك واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو الحلقة دي لمست قلبك وعرفت معنى الصبر الحقيقي، اكتبي في التعليقات: اللهم قوة من عندك. وشارك الحلقة، يمكن الفيديو ده يوصل لست محتاجة تسمع الكلمة دي النهاردة. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.